صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. ليلى عبد اللطيف بتقولها بكل وضوح 2026 لا هيكون فيها لا دراسة ولا مدارس ولا تعليم ولا امتحانات، وبتبشر كده زي كل سنة. بتقول رمضان 2026 هيبقى آخر رمضان هيعدي على الناس. طب ليه؟ بتقول إن في فيروس هيجي عن طريق حشرات طائرة. الفيروس دوت يعني هياخد كتير من الناس. طبعا ليلى عبد اللطيف بتتنبأ ان هيبقى في جيوش من الحشرات هتعم على البلاد، وطبعا خصوصا البلاد العربية، وهينتشر فيروس خطير جدا. سبق قبل كده اتكلمت عن توقع حرف السين لو كلنا فاكرين، وبتقول كمان وتصرح ان كاميرات المراقبة هتكون حديث الساعة بسبب عوامل خافية هتظهر في الليل. يعني اللي ما عندهوش كاميرات في بيته لازم يبقى عنده كاميرات او هيركب كاميرات غصب عنه، لان في ظواهر كده خفية غريبة هتظهر، وهيبقى في تحرك غريب. الكل هيركب كاميرات الايام الجاية علشان يراقب الحركة دي جاية منين، او الظاهرة ديت سببها ايه وجاية منين بالظبط. علشان كده الكل لازم يركب كاميرات من دلوقتي، عشان كده 2026 الكل هيركب كاميرات في بيته خصوصا داخل الغرف. 2026 في دخول رمضان هتبقى فيه كارثة طبيعية أو إنسانية، والموت هياخد كتير من الأبرياء. هي طبعا بتتوقع إن في رمضان أو بعد رمضان هيبقى فيه هجوم جيش كبير من الحشرات الطائرة، فده هيعمل فيروس جامد جدا وهياخد كتير قوي من الناس. ربنا يرحمنا يا رب برحمته. وبتتوقع كمان 2026 إن هيحصل زلزال مدمر في أمريكا، وهياخد كتير أو هيدمر أمريكا شاملة كاملة من الآخر. ليلى عبد اللطيف بتتوقع إن الشتاء القادم هيكون أخطر شتاء على البشرية. يعني هيكون شتاء قاسي، هيكون فيه سيول، وهيكون الأمطار غزيرة، هيكون الثلج جامد جدا. يعني مش زي ما احنا واخدين كده حاجات بسيطة، لا هيكون التلج نازل عبارة عن قطع، وكمان هيؤدي لوفاة ناس كتير ودمار وقفل محلات. انا مش عارفة الست دي ما بتبشرناش ليه بالخير، يعني ما بتقولش ليه خير، ليه كله دمار 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 دمار. يبقى الواحد فرحان برمضان وهي بتكسر كل حاجة. السنة اللي فاتت سبقوا برضك وتوقعوا ان ده رمضان هيبقى اخر رمضان، وفي مش عارفة كان 14 رمضان هيحصل زلزال قوي جدا وهيدمر برضك الدنيا والارض. لو احنا برضك فاكرين، مش عارفين بصراحة ليلى عبد اللطيف عايزة ايه من البشر. شهر 2 2026 او 2027 هيكون في كوارث، زلازل، حروب، هيكون في مجاعة، الكل هيطلع يجري ويهرب. طبعا سبق واتكلمت وقالت قبل كده ان خدوا بالكم ان الذهب مش هيبقى له اي لازمة. لو عايزين تأمنوا نفسكم اشتروا عقارات. هي بتتوقع ومتأكدة جدا ان شهر 2 غضب السماء سوف يظهر على الارض. يعني شهر 2 وهي متوقعة جامد قوي 2026، وتقول احتمال لو ما حصلش 2026 يبقى 2027، والله اعلم. بتقول كمان ان في رئيس هيختفي خالص، محدش هيسمع له اي حس. في يوم مش هيطلع فيه قمر. 3 دول عربية ستحترق في رمضان 2026، اولهم العراق، سوريا، ولبنان. ليلى عبد اللطيف بتتوقع 2026 رمضان مش هيكون شهر عبادات فقط، لا ده هيكون كله هرج ومرج. يعني الناس هتطلع تجري، هيبقى في مظاهرات، هيبقى في زلازل، هيبقى في سيول في عز الحر، الجو والمناخ هيتغيروا خالص. الناس هتبقى شاغلة دماغها بحاجات تانية طبيعية، كوارث. وبتتوقع ومتأكدة جدا ان شهر 2 2026 مش هيقفل غير لما نسمع عن زلزال
في أمريكا، وكمان هيسمّع في المغرب، هيبقى في زلزال قوي جدًا في المغرب، يعني هيدمّر دمار شامل لجزء كبير من المغرب. وبتقول كمان إن رمضان دوّة هيحصل فيه حاجات الناس كلّها هتتكلّم عليها، غير الجيوش الحشرات الطائرة اللي قالت عليها طبعًا إن هي هتبقى في فيروس جامد أو هتنشر فيروس جامد، والناس كلّها أو جزء كبير من الشعب العربي هيروح فيها عدد كبير. هي بتقول أنا أتوقع شهر 2 2026 مش هيقفل على خير، يعني متوقعة زلازل، كوارث، حوادث، إن هيبقى في فيروس جامد أوي، هنخرج من رمضان يعني هنودّع ناس كتير أوي هنكون بنحبها. ليلى عبد اللطيف بصراحة ما تبشّرش خالص بالخير، وهي بتقول أنا باقول اللي أنا أتوقعه أو اللي أنا شايفاه في توقعاتي. أنا سبق واتكلمت عن حاجات كتير أوي وحصلت، يا ريت كل واحد بيسمعني يسجّل ورايا، يعني يبقى ماسك ورقة وقلم كده ويسجّل وراها. طبعًا هي بتقول حاجات كتير، بتقول إن هيحصل زلازل، كوارث، مناخ، تغيير مناخ، أمطار هتنزل شديدة، الشتا الجاي القادم كمان هيبقى بدري، وهينزل سلوك عبارة عن حجرة، يعني التلج هينزل عبارة عن حجرة، هيدمّر دمار جامد أوي، يعني زي المحلات هتقفل، وبتقول مش هيبقى في مدارس، مش هيبقى في مش هيبقى في امتحانات، مش هيبقى في حاجات كتير أوي 2026، يعني ما تبشّرش بالخير. كذب من الجمون ولو صدقوا. بس ليلى عبد اللطيف في كده بعض التوقعات، وكلنا مش هننكر أو اللي متابع توقعات ليلى عبد اللطيف مش هينكر إن فعلًا في بعض التوقعات عندها بتصدق، يعني كتير شكّوا إن في حاجة مش طبيعية أو هي بتجيب أخبار من مكان ما، لدرجة علشان في توقعات يا جماعة بتصدق فعلًا. يعني في توقعات لمّا هي توقعت كمان لفنانة سورية هتتقتل، وبعدها على طول في نفس الأسبوع هدى شعراوي اتقتلت، الناس كلّها قالت إزاي، وطبعًا دي أكيد في حاجة، عارفة حاجة، سمعت عن حاجة، شاكة في حاجة، شافتها، سمعتها، علشان كده قدّموا بلاغ أولاد هدى شعراوي قدّموا بلاغ في ليلى عبد اللطيف، دي قالت وسبق واتكلمت. فليلى عبد اللطيف اللي متابعها وعارفها طبعًا اتمنعت إن هي تتكلم هنا في مصر، تطلع وتتكلم خالص، وبلاد تانية برضك منعت خالص إن هي تروح أو تتكلم في حاجة زي كده. فهي توقعاتها يعني نقدر نقول 80% توقعات ليلى عبد اللطيف بتصدق، 80% يعني قالت حروب، قالت لأ الحروب ما سكتتش، الحروب مش هتسكت، هنفضل مستمرين في الحروب، قالت كلام كتير أوي ليلى عبد اللطيف، في ناس بتاخد منها الكلام وتنفّذه، يعني رمضان دوّة مش هيبشّر بالخير، رمضان مش هيقفل كده على خير، في طبعًا حشرات طائرة هتعمل فيروس جامد. بُصّوا هاقول لكم على حاجة، رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. اللي متابع ليلى عبد اللطيف أو حاسس أو شاف وصدّق أي حاجة منها من توقعاتها أو حاجة حصلت بالفعل حصل على فكرة يا جماعة فيروس اللي عدّى بتاع كورونا كانت ليلى عبد اللطيف كانت مسبّقة ومتكلمة عليه. ربنا يبعت كل خير إن شاء الله بإذن الله، ورمضان كريم عليكم. مستنياكم في تعليقات تقولوا لي إيه رأيكم إيه في ليلى عبد اللطيف، وهل بتصدقوها والّا لأ، وكدبًا من الجمون ولو صدقوا. بس برضك مستنياكم في التعليقات. مع ألف سلامة.